عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج صورة التقوى. وبنعمة ربنا في الحلقة دي سنتكلم عن شخصية فيليكس الوالي. تعال معي لنستمع إلى كلمة الله من سفر أعمال الرسل أصحاح 24 وعدد 24. ثم بعد أيام جاء فيليكس مع دروسيلا امرأته وهي يهودية، فاستحضر بولس وسمع منه عن الإيمان بالمسيح. وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس وأجاب: أما الآن فاذهب، ومتى حصلت على وقت أستدعيك. وكان أيضا يرجو أن يعطيه بولس دراهم ليطلقه، ولذلك كان يستحضره مرارا أكثر ويتكلم معه. ولكن لما كملت سنتين قبل فيليكس بوركيوس فستوس خليفة لهم، وإذ كان فيليكس يريد أن يودع اليهود منة ترك بولس مقيدا. عزيزي المشاهد، يحكي لنا التاريخ أن فيليكس كان أصلا عبدا للملك كلوديوس، لكنه أعتقه ثم عينه واليا على اليهودية سنة 51 ميلادية. فقد كان حسب الظاهر واليا جليلا، لكنه في الحقيقة كان عبدا ذليلا. فقد ذكر لنا التاريخ أنه كان مستعبد لخطية النجاسة بشدة. وهنا نقرأ عنه أنه استحضر بولس وسمع منه عن الإيمان بالمسيح. استدعى بولس وابتدى بولس يكلمه، وكان حديث الرسول بولس مع فيليكس يتلخص في 3 نقاط. النقطة الأولى كلمه عن البر، والكلمة الثانية كلمه عن التعفف، والكلمة الثالثة كلمه عن الدينونة العتيدة أن تكون. إذن رسالة الرب لفيليكس عن طريق رسول بولس كانت عن هذه الأمور الثلاثة: البر أي البر العملي، كيف يكون الإنسان بارا في حياته، وعن التعفف كيف يكون ضابطا لنفسه وضابطا لشهواته وملذاته، وعن الدينونة العتيدة أي الدينونة المستقبلية. وأول ما سمع فيليكس الوالي عن الدينونة العتيدة يقول الكتاب ارتعب فيليكس. وأول ما ارتعب قال لبولس: أما الآن فاذهب، ومتى حصلت على وقت أستدعيك. وهنا بشوف صورة ناطقة من خلال شخصية فيليكس عن ناس كتير الأيام دي. ناس كتير لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. فين صورة التقوى هنا؟ فين مظاهر التقوى؟ شخص تأثر بكلام الله، شخص مش بس يحب يسمع، لكن كمان كان تأثير كلام الله قوي على حياته. ارتعب. لكن بكل أسف ماذا قاده ارتعابه؟ ارتعابه لم يقوده للتوبة، لكن قاده للتأجيل. بدل ما يرتعب ويروح لبولس يقول له زي سجان فيليبي: يا سيدي ماذا أفعل لكي أخلص؟ بدل ما يقول لبولس كده أعمل إيه عشان أتغير وأعمل إيه عشان أنجو من الدينونة العتيدة، قال له إيه؟ اذهب الآن، ومتى حصلت على وقت أستدعيك. يعني معناها مع السلامة دلوقتي، أنا مش قادر أمسك أعصابي، مش قادر أمسك الاضطراب اللي جوايا، أنت مع السلامة، ولما يبقى عندي وقت أستدعيك. وبعد كده انتهى التأثير. أخي الحبيب، إن ما حدث مع فيليكس الوالي بيحدث مع كثيرين في هذه الأيام. كثيرون يتأثرون بسماع رسالة الخلاص، بس في نوعين من التأثر. في تأثر يقود صاحبه للتوبة الفورية، وفي تأثر يقود صاحبه للتأجيل. يعني مثلا سجان فيليبي اللي ذكر عنه في أعمال الرسل أصحاح 16 انه برضه ارتعد. بس اول ما ارتعد من جراء الزلزلة اللي حصلت، راح لبولس وسيلة وقال لهم: ماذا افعل؟ اعمل ايه؟ امن. وفعلا امن. اذا في ناس لما بتسمع كلمة الرب وبترتعب تآمن، وفي ناس لما تسمع كلمة الرب وترتعب تأجل.
حضرتك من أنهي نوع؟ حضرتك لما تسمع عن رسالة الإنجيل أو عن بشارة الخلاص أو عن الدينونة العتيدة أن تكون، بترتعب؟ ولما بترتعب بتعمل إيه؟ هل بتطلب الرب يدخل حياتك وغيرك؟ ولا ارتعابك يخليك تأجل؟ للأسف سقط فيليكس في فخ التأجيل. اذهب الآن، اذهب الآن. وياما ناس كتير بتسمع كلمة ربنا وتأجل، يقول لك بكرة بكرة. اوعى تقول بكرة، لأن بكرة مش بتاعك. اوعى تقول بكرة، لأن بكرة مش في صالحك. ممكن يكون بكرة بالنسبة لك متأخر جدا، ممكن يكون بكرة بالنسبة لك مش كويس ومكان مش كويس. ياما ناس قالوا بكرة، ولما جاء عليهم بكرة كانوا في حسرة. أخي الحبيب، أخي الغالي على قلبي جدا، بكلمك بمنطلق الأمانة وبقول لك ربنا بيحبك. عشان كده بعت لك الرسالة دي. ربنا بقول لك أنا عايزك تتوب، مش عايزك تتأثر وتأثرك يقودك للتأجيل، لكن ربنا بيقول لك أنا عايز تأثرك يقودك للتوبة القلبية، التوبة الفورية، التوبة الحقيقية النابعة من الداخل. الشيء الثاني كمان انه فيليكس أجل وقال لي بولس ايه؟ متى حصلت على وقت استدعيك. والسؤال، هل فيليكس استدعى بولس تاني؟ للأسف هو قعد 2 لكن لم يستدعيه ليكلمه عن الرب. كان فيليكس نفسه في رشوة. اسمع ماذا يقول: وكان أيضا يرجو أن يعطيه بولس دراهم رشوة عشان يطلقه، ولذلك كان يستحضره مرارا أكثر. يعني واخد بالك ان فيليكس كان بيستحضر بولس تاني بعد الموقف الأولاني، بس ما كانش يستحضره علشان يوعظه، كان بيستحضره علشان يديله رشوة ويطلقه. عشان كده يقول: وإذ كان فيليكس أن يريد أن يودع اليهود منة ترك بولس مقيدا. كان عاوز رشوة ياخدها من بولس عشان يطلقه، يعني كان محب للمال. ولا تنسى يا أخي العزيز أن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. والخلاصة يا أخي الحبيب أن فيليكس يمثل عدد كبير من البشر يسمعوا كلمة ربنا وبيتأثروا بيها جدا، لكن الفخ اللي بيسقطوا فيه هو التأجيل. أخي الحبيب، خليني في نهاية الحلقة أحكي لك حكاية ربما تكون طريفة وربما تكون غير واقعية، لكن لها مغزى جميل. يحكى أن الشياطين في يوم من الأيام عملوا اجتماع مع بعض، وابتدى الشيطان الكبير يطرح على الشياطين الأصغر منهم إنه عاوزين نفكر نضلل الناس إزاي، نقول للناس إيه عشان ما تأمنش بالمسيح. فابتدى واحد يقول نخدعهم ونقول لهم ما فيش ربنا. باقي الشياطين ضحكوا عليه وقالوا لا، ده حتى لو قلت له ما فيش ربنا الإنسان عارف إنه في ربنا، جعل الأبدية في قلوبهم. شيطان تاني قال نقول لهم إنه ما فيش حاجة اسمها السماء ولا النار، لا في سماء ولا في نار. ضحكوا عليه قالوا لا ما ينفعش، ده الإنسان من غير ما يسمع أي عظة في حياته عارف إنه في سماء وفي نار. وابتدى الشيطان ورا التاني يتكلم عن خدعة أو عن حيلة يخدع بها الناس، إلى أن جاء الدور على الشيطان صغير. بس الشيطان ده كان ذكي شوية، قال له ما احنا نقول للناس إنه ما فيش أحسن من ربنا، وما فيش أحسن من العيشة مع ربنا، وما فيش أحسن من الإيمان والتوبة الحقيقية. باقي الشياطين اتغاظوا منه، بصوا له كده باستغراب، ايه ده انت معانا ولا علينا؟ قال ما انتوا ما خدتوش اخر الكلام. ايه اخر الكلام؟ قال لهم بعد ما نقول لهم كده نقول لهم ما تتوبوش النهارده، خلوها بكره. نوجع الناس في كلمة بكره، وقبل ما يجي بكره يكون عمره انتهى وراح جهنم. صفق جميع الشياطين لهذا الشيطان اللئيم اللي عرف يخلي الناس
تأجل التوبة وتموت قبل ما يجي اليوم اللي يتوبوا فيه. أخي الحبيب أرجوك راجع نفسك، كم وعظة سمعتها ويمكن تأثرت كتير، ويمكن قلت زي ما قال الشيطان ده نضحك على الناس بكلمة بكرة، يمكن قلت بكرة. زمان كان في ترنيمة جميلة بتقول كده: اوعى تقول أنا شاب وصغير وأمامي العمر طويل، ألا تعلم إن العمر قصير، يا هناك لو جيت الآن. أخي الحبيب الرب يدعوك لتوبة حقيقية مش لتأثير وقتي، يدعوك لتوبة من القلب. تعال إليه الآن قبل فوات الأوان، تعال إليه ولا تؤجل. التأجيل مش في نعم التأجيل مش في صالحك، التأجيل ضدك. عشان كده تعال إلى الرب الآن قبل فوات الأوان، قبل أن يغلق باب النعمة. تعال وافتح قلبك للمسيح عشان يغيرك وعشان يملى حياتك بالسعادة الحقيقية، وتضمن مع المسيح المصير الأبدي. وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والرب معك.